أين العمالقة؟ أين درع الوطن؟ كلكم تتفرجون على هذا الباطل، استهتار برجال لودر وتاريخها. يا أهل لودر، يا أهل الشجاعة، يا أهل الإباء، يا أهل البصمات، يا أهل المواقف النيرة، يا أهل لودر. لودر وما أدراك ما لودر، لودر ومودية وسائر أبين، أصحاب البصمات الطيبة. أكبر مؤامرة اليوم هي على لودر، أقولها من هذا المنبر ومن هذا الصرح العلمي. أكبر مؤامرة هي على لودر، لأن أهل لودر عندهم حماس وعندهم شجاعة. أهل أبين بشكل عام لهم مواقف طيبة. الحوثي اليوم يشتري ذمم. أنادي مدير الأمن والمحافظ والأحزمة الأمنية والأمن العام وكل المسؤولين، أناديهم من هذا المكان: اتقوا الله في هذا التوسع الحوثي، في هذا الانتشار الحوثي الخطير المروع. اليوم في بلاد لودر ينزل المشرف الحوثي من الصومعة إلى لودر. أين الأمن؟ أين الأجهزة الأمنية؟ أين الجيوش؟ أين العمالقة؟ أين درع الوطن؟ كلكم تتفرجون على هذا الباطل، استهتار برجال لودر وتاريخها. الحوثة يأخذون من سوق لودر رجلا من أبطالكم أسيرا لينطلقوا به إلى البيضاء. أين رجال الإباء؟ أين صناديد لودر؟ أين أحفاد الشهداء؟ أين أتباع العولق حسين وحمزة؟ أين صناديد عبد الله بن مزاحم؟ أين رجال لودر؟ يا أبناء لودر اتقوا الله. اليوم عشرات بل مئات بل آلاف يتحوثون من لودر. أيها الدعاة إلى الله، قوموا بهذا الأمر، تكلموا بكل شجاعة، لا تتركوا قرية ولا منطقة إلا وصلتموها. حذروا من هذا التمدد الرافضي، ونحمل جميع القادات في هذه البلاد هذه المسؤولية، نحملهم. والله أن السكوت على الحوثيين خيانة. وأخص بالذكر رجال الشجاعة، رجال الشجاعة ورجال الإباء، أصحاب البصمات الطيبة الذين قاتلوا الروافض في 2015. اليوم من الذين قاتلوا الحوثيين مع الحوثيين يتحوثون. اليوم من أبطالكم الذين كانوا بالأمس يقتلون الحوثيين اليوم يستلمون رواتب من الحوثيين. داهية دهية وبلية بلية ومصيبة عظمى والله أن يصل الحال إلى هذا، أن يصل الحال إلى هذا. إذن نطلب من رجالنا وقاداتنا أن يوحدوا الصف ويجمعوا الكلمة. أدعو مشايخ القبائل، أدعو الأعيان، أدعو الشرفاء، أدعو القادات السياسيين، أدعو العمالقة، أدعو جميع الألوية إلى أن يبرموا اجتماعا سريعا بأول أيام هذا الأسبوع، السبت أو الأحد أو الاثنين، ثم يشكلوا لجنة وهكذا هجمة على كل متحوث. زجوهم في السجون، راجعوهم فإن تراجعوا، وإلا فاضربوا بيد من حديد. فإن لم تفعلوا هذا ستبكون في ساعة لا ينفع فيها البكاء، وستأتي عليكم اللطمات من كل مكان. وإن واحد في الداخل يؤثر ما لا يفعله جيش في الخارج. فمو هذا. اليوم كثير من القرى دخلها هذا
هذا الوبال هجم عليها. لله در رجال الضالع. قاموا بحملة شرسة على المتحوثين بالعشرات بل بالمئات، زجوهم في قياهب السجون. رجال، لله در رجال في ردفان بدأوا بهذا الأمر. ندعو قبائل اليمن كلها أن يوحدوا الصف على المتحوثين وأن يجمعوا الكلمة، إما أن يتوبوا ويبقوا تحت المراقبة، وإلا فهم أسرى يعيشون في قياهب السجون حتى يحكم الله بيننا وبين الحوثيين وهو خير الحاكمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالنصارى الصليبيين، اللهم عليك بالرافضة المنفذين، اللهم عليك بكل المتحوثين، اللهم عليك بكل المتحوثين. أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز به أهل طاعتك ويهدى به أهل معصيتك ويذل به أهل الإشراك بك. اللهم عليك برأس الكفر أمريكا، اللهم عليك بأم الكفر بريطانيا، اللهم عليك بخبث الكفر فرنسا وروسيا. اللهم أشعل الحرب بينهم، اللهم اقتلهم بنوويهم وذريهم. اللهم أرنا فيهم يا رب العالمين ما تقر به أعيننا. اللهم عليك باليهود الغاصبين في فلسطين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين من هؤلاء اليهود المجرمين. اللهم يا رب العالمين لا تمتنا إلا وقد رأيتنا انتصار المسلمين على اليهود الغاصبين وفتح بيتك العظيم البيت الأقصى الكريم. اللهم عليك برأس الرفض إيران، اللهم عليك بالمالكي ومن معه في العراق، اللهم عليك ببشار وجنده في سوريا، اللهم عليك بحزب الله ونصر الله في لبنان، اللهم عليك بالحوثيين في اليمن. آمين آمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.